يا مساء الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم فطاير احلى من العيش السوري، ولا تقولوا عيش سوري ولا عيش تورتيلا. ده حتة تانية، يعني ده طعمه روعة. بكوبايتين دقيق بس هعمل معاكم 6 فطاير احلى من العيش السوري. اول حاجة نزلت كوبايتين من الدقيق، نزلت عليهم مية عادية، ونزلت معلقة نزلت بمعلقة صغيرة اللي هي رشة ملح ورشة فلفل اسود وكمون، تمام، على الدقيق. ونزلت عليه المية، بس نزلوا المية بالتدريج عشان عايزة العجينة تكون كويسة، عشان لسه هنفردها مع بعض بالزيت او بالزبدة. انا هفردها بالزيت واحط الزبدة على الوش، تمام. بعد ما خلصتها غطيها وهسيبها 10 دقايق بس عشان لما اجي افردها. وبعد كده سخنت طاسة جدا انا نزلت فيها ماده دهنيه ونسيت خالص. انا اصلا نزلت الماده الدهنيه عشان هي كانت حمرا ما فيهاش ولا نقطه من الدهون، فنزلت معلقه من الزيت. لو انتوا اللحمه بتاعتكم فيها ماده من الدهون كويسه ما تحطوش ولا معلقه من الدهون، تمام. انا اصلا كانت اللحمه بتاعتي كانت حمرا خالص. بعد كده نزلت ملح وفلفل وكمون، وكنت مقطعه بصله صغيره. اللحمه ربع كيلو واقل من ربع كيلو كمان. ونزلت فلفل اخضر، واحد سبايسي وواحد عادي. ونزلت عليهم قطعت طماطمية مكعبات، فرمتها فرم ناعم كده، ونزلت عليهم وهسيبهم يت- يتسبكوا قوي واللحمة كده تستوي على النار. واول ما العصاج ينزل يطيب هنزله على طول وهسيبه يبرد على قبل ما احضر العجين هنزل واحط معلقة من الزيت على البرد، على الرخامة. وبعد كده هقطعها ل6 مكعبات. هعملها معاكم بشكل طولي واقطعها ب6 مكعبات. انا عشان كده مرضتش ان انا اعجنها واحط فيها معلقة الزيت، علشان عارفة ان انا هفردها بزيت واحط على الوش زبدة. معلقتين زبدة، ما اخدتش غير معلقتين زبدة بس. اهم حاجة نقفل العجينة كويس ونلمها لم كده من فوق لتحت ونكورها، تمام. ونكورها قوي لغايه ما نقفلها. وبعد كده هعمل معاكم كل ده بالشكل زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه نقفلها عشان لما تحط الزيت وتيجي تقفلها مش هتتقفل بسهوله، فلازم تقفلوها كويس. انا اوريك اكتر من شكل تقفلها على ايدك، تقفلها على رخامه بشكل كويس. وبعد ما عملتهم هسيبهم يرتاحوا بس دقيقتين اتنين اول ما احضر الحشو. اجهز الحشو واجيب الجبنه. جبت كوبايه من الجبنه الموتزاريلا وقطعت طماطمايه ونزلت العصاج يبرد، وهنزل باول كوره هفردها احط عليها بس. انا جبت فرشم وسيحت فيها معلقتين من الزبده وادهنهم بيها. اول ما تحط عليها الزبده او زيت هتفرد معاكم بكل سهوله، مش هتاخد وقت ومش محتاجه ولا نشابه ولا مندنه ولا اي حاجه، تفرد بايديكم بكل سهوله. ونقدر نقلبها عادي، بس بلاش تقلبوها علشان ما تجيش تتني منكم وما تعرفوش تفردوها تاني. وتنزلوا من الجنب ده في الارضيه معلقه من الزبده، مسحه من الزبده على الوش ومسحه من الزبده من تحت. ونفضل نفرد من جوه لبره من جوه لبره لغايه ما العجينه هتفرد معانا بكل سهوله. والنقط السودا اللي انا قلت لكم عليها دي ان انا نزلت وانا بعجنها نزلت معلقه، نص معلقة من الفلفل ونص معلقة من الكمون، فكانت مخلية العجينة طعمها تحفة تحفة تحفة. وبعد كده نزلت بعد ما فردت الفطيرة نزلت عليها معلقتين كبار من العصاج، ونزلت بشريحتين. وبعد ما نزلت شريحتين من الطماطم هنزل بجبنة مبشورة. لو كان في زيتون كنت نزلت مكعبين من الزيتون، بس للاسف ما كانش عندي. انا استخدمت الحاجات المتوفره عندي في البيت، فانتوا تستخدموا الحاجه المتوفره عندكم. وهتلاقيها بتتعمل معاكم بكل سهوله وما فيهاش تكلفه، مش مكلفه خالص. واللحمه المفرومه يعني ممكن كوبايه او اقل كمان من كوبايه، يعني اقل من ربع كيلو، ممكن 100 جرام 150 جرام. هيعمل معاكم كل الكميه وهتبقى طعمها حلو جدا. بعد كده نزلتها في الصينيه وهوريكم الشكل في الاخر، وهعمل معاكم واحده كمان. المفروض ما شاء الله كانت معايا بزياده لان انا كنت فارمه لحمه وشايلاها في الفريزر، فلما طلعته ما كانش هينفع ان انا يعني ممكن نستخدم ربع كيلو، ما كانش هينفع ان انا ادخله تاني، فعصقتها معاكم بالمره. وهفرد معاكم الفطيره التانية
وهعمل معاكم كده الشكل. هي سهله جدا وما بتاخدش خدتش معايا وقت في الفرد، اتفردت معايا بكل سهوله. اول ما نزلت عليها الفرشه بالسمنه اتفردت معايا بكل سهوله وما اخدتش وقت خالص. نفردها زي ما قلت لحضراتكم من جوه، وهنزل عليها فرشه من السمنه او الزبده زي ما انتوا عايزين، بس انا بستخدم سمنه. وهتتفرد معايا بكل سهوله وما خدتش وقت خالص. طعمها حلو جدا، مقرمشه من بره، هوريها لكم. مقرمشه من بره ومن جوه طريه، وطعمها تحفه. الفرد ما خدش معايا وقت خالص، ولو اتقطعت منكم ما تقلقوش. اهم حاجه تخلوا سمكها رفيع جدا علشان خاطر لما تعملوها طبقات تبقى عامله زي العيش السوري وتبقى مورقه من جوه كده. انا كمان يعني محبتش ان انا ادهنها زبده كتير او سمنه كتير عشان خاطر ما تبقاش تقيله، فحبيت ان انا اخليها خفيفه. وبعد ما نزلت بمعلقتين المفروم، نزلت عليه بقطعتين من الطماطم، ونزلت عليها برشتين من الجبنه الموتزاريلا. وهلف معاكم. وادي تاني واحده، هنزل بالفرشه كده فيها الزبده وهفردها. وادي التانية لما قعدت شويه اتفردت معايا بكل سهوله وملت البتاعه كلها. لكن في الاول عشان كنت سايباهم بس ما كانش لسه ارتاحوا شويه، فاول ما ارتاحت كل ما نسيب العجينه ترتاح في فردها ولا هتتعبنا في فردها، وهتتفرد معانا بكل سهوله ومش هتاخد معانا وقت. انا حضرتهم ما كملتش 10 دقايق بالكتير قوي، اخدوا مني ربع ساعه وسبتهم في الفرن. اهم حاجه وانا بشتغل معاكم كده كنت فاتحه الفرن على درجه حراره 180 زي ما قلت لكم اكتر من مره. اي مخبوزات او اي معجنات لازم تفتحي الفرن على درجه حراره عاليه جدا علشان لما تخش الفرن ما تنشفش منك وتطلع طريه من جوه ومقرمشه من بره، وتديكي الطعم المحمص الجميل ده كانك عاملاه على جريل. وبعد كده بعد ما خلصت الكميه هجيب فرشه من الزبده الباقيه مني وهلمع الوش كده وزي ما قلت لكم فاتحه الفرن وهدخلها على طول. ما اخدتش معايا نص ساعه، تلت ساعه بالظبط وطلعتها. وبعد التلت ساعه كان الليل دي كمان مش واضحه. انا بحب اصور في ضوء النهار، ده شكلها كان ذهبي ولونها كان جميل جدا عن كده. وانا كنت عايزه اسمعكم القرمشه بتاعتها وشكلها مقرمشه قوي وطريه ولونها جميل جدا وطعمها تحفه تحفه تحفه. جربوها هتعجبكم جدا. ونزلت لو انت حابه تقلي جنبهم بطاطس اقلي بطاطس وفرحي اولادك. انا كان عندي شيبسي فنزلت فتحت كيس شيبسي معاهم. دي كانت واحده صغيره عملتها اخر حاجه، ودي شكلها قطعت معايا ما شاء الله 6. وكمان لو كنت زودت الدقيق اكتر من كده كانت قطعت معايا كتير. انا بقى معايا مفروم فشلته في علبه وشلته في الفريزر، لما ابقى استخدمه تاني عادي. احنا ما بنرميش حاجه وكل حاجه لازم نحافظ عليها ونشيلها. شوفوا شكلها مقرمشه خالص، كان نفسي اسمعكم صوتها وطعمها تحفه. بس الجبنه ما بقتش بتمط خالص، مش عارفه ليه الجبن بقت وحشه جدا اللي في السوبر ماركت. وادي شوفوا شكلها وطعمها، يا لهوي على الجمال، كانت حوار، كانت تحفه بجد. جربوها تعجبكم. وما شاء الله قطعت معايا كميه حلوه جدا من كوبايتين كمان، اللي هي الكوبايات المعياريه مش المج، من الكوبايات المعياريه. قطعت معايا الكميه دي. كمان الكوبايات اكبر من كده هترمي معاكم اكتر من كده وهترمي معاكم قطع كتير. انا كمان كنت عاملاها اللي هم الكبار يعني الفطاير كانت كبيره ممكن نصغرها، بس انا شايفاها الكبيره واحده مشبعه واحسن. كنت عايزه اوريكم مطه الجبنه بس للاسف سبتها لما تبرد عشان كانت سخنه، فالجبنه للاسف ما وريتكمش المطه بتاعتها. كانت وانا بقطعها وهي لسه سخنه كانت المطه جايبه ما كانتش الكاميرا هتجيبها كمان. ما شاء الله مطت معايا قوي. ولو عجبكم الفيديو وصلتوا معايا لغايه هنا تصلوا على رسول الله وتسيبوا لي لايك وتقولوا لي ايه رايكم، واللي يجرب الوصفه يكتب لي في الكومنتات. الى اللقاء، اشوفكم في فيديو تانية حلوين، مع السلامه.